الفريزر في ساعتها، وبعدين بتحطيه في الشوربة وهو مجمد. شايفين لونه ولا اتغير، ولا لونه اتغير ولا اسود ولا اي حاجة، وطعمه بجد في منتهى الجمال. بصوا كل ده يا بنات اللي هو الكيس، علشان هو كان طبعا في الفريزر فمش باين البياض بتاع القلقاس. القلقاس ابيض كأنك لسه مقشراه حالا. والله طعمه تحفة بجد. وفر معايا كتير جدا جدا، والتفريزات بتفرق معايا كتير جدا جدا جدا. هبدأ بقى ان انا احط القلقاس بتاعي بعد ما الشوربة غليت بالشكل ده. شايفين البياض بتاعه؟ هوريكم كمان لما يفك كده من بعضه كده. هبدأ اوريهولكم قبل ما احط عليه السلق والكزبرة. بصوا بعد ما خد غلوتين وبدأ يفك كده في الشوربة، شوفوا اللون بتاعه. شايفين البياض؟ ولا اسود ولا لونه اتغير، وبجد تحفة. وهياخد غلوتين اتنين وهتلاقيه زي الزبدة معاكي. هنا بقى اول ما خد غلوتين تلاتة هبدأ ان انا انزل بالسلق والكزبرة اللي كنا عاملينهم مع بعض. كنا مفرزينهم برضو في حلقة تفريز